عزيزي المشاهد، هل تتفق معايا إن من الضروري زرع حب الوطن في قلب أبنائنا والأجيال القادمة؟ الحب اللي نكبره بالمعرفة عشان نوصل للتطور والازدهار. قد يكون محتواها مش حاجة جديدة على ساحة اليوتيوب، ولكن الهدف منها هو رفع الوعي لدى الأجيال القادمة بحجم وأهمية البلد دي، وقد إيه أجدادنا تعبوا فيها عشان نتفاخر بيها على مدى 7000 سنة والسنين جاية كتير. شرحت لحضرتك في الفيديو اللي فات إزاي ملوك في عصر مصر القديم كانوا بيستغلوا كل دقيقة من وقتهم، ولكن مع ثقل المهام دي هيحتاج لحلقة وصل بينه وبين الشعب عشان يعرف باحتياجاته ومتطلباته ومشاكله. وهنا يجي دور الوزير. في البداية الوظيفة دي كانت بتستند لأحد أبناء الملك، ومع مرور الوقت بقت لكبار الشخصيات. في صلاية الملك نعرمر الوجه الخلفي منها في شخص يسبق الملك ومميز عن الآخرين بطوله وملابسه وشعره المستعار، ويحمل لقب ثات، وأصل الكلمة ثاتي أي الوزير. تحت هرم جسر عثر على أواني كثيرة منقوش عليها اسم منكاي، وده لقب قاضي عالي ووزير. ما نعرفش لو كان من عصر الأسرة التالتة أو قبلها. تحتمس الثالث كانت له نقوشات على مقبرة رخمي رع من الأسرة التمنتاشر، فيها بعض التوجيهات للوزير وتحذير لعدم التحيز والمحاباة والحكم بالعدل والنزاهة والرفق بالناس والمساواة. وتعتبر هي دي المبادئ المطلوبة تطبيقها من الوزير. وكمان القضاة من ضمن مهام الوزير ترأس إدارتي الخزانتين، بيت المال الأبيض الخاص بالوجه الإبلي لجمع الضرائب، وبيت المال الأحمر الخاص بالوجه البحري لجمع الضرائب. هما أنشأوا على أساس إدارتين منفصلتين، وده تحت حكم الملك برايب سن. ولكن مع عصر الدولة القديمة اندمجت الإدارتين وبقت اسمها بيت المال المزدوج الأبيض. في كل إقليم يوجد إدارة تابعة لبيت المال، يرفع تقريره للمشرف على بيت المال، والمشرف يرفع تقريره للوزير، ويتم تدبير الشؤون المالية للدولة وتحديد أوجه صرف الدخل، وبعدها المشرف ياخد الإذن لتكملة عمله وتفتح الخزينة. أما الموظفين المحليين بيرفعوا تقرير كل أول فصل من فصول السنة، وتقرير تاني كل شهر عن سير الأعمال، عشان يقدر الوزير إطلاع الملك عن أحوال البلاد الاقتصادية. من ضمن مناقشات الوزير مع الملك بيتم مناقشة منسوب النيل وارتفاعه عشان يتم توزيع الأراضي على الفلاحين لزراعتها وجني الضرائب منها. طيب، عرفنا الكلام ده ازاي؟ عن طريق السجلات من بيت المال تتضمن قوائم بالأملاك. محاصيل الحقول والبساتين كانت بتجمع في شونة لبيت المال. أما المهن والحرف فيتم تلقي الضرائب المفروضة منها سواء عينية أو بالذهب والفضة، والمعلومات دي تم استخلاصها من حجر باليرمو. في جزء تاني من مهام الوزير وهو كبير القضاة وبيرأس القضاة. في مقبرة رخمي رع كان في نقوشات بتتكلم عن وجود قاعة
يصطف الناس خارجها مستنيين دورهم عشان يعرضوا شكواهم للوزير، والشكوى دي لابد أن تكون مكتوبة عشان يرجعها لها تاني ويتأكد من تفاصيلها. وبعدها يجلس حوله مستشارين ومختصين في الشؤون القانونية، والشكوى تبتدي تتقسم. لو كانت بخصوص زراعة أرض يحكم فيها بعد 3 أيام، لو كانت في نطاق العاصمة. طيب لو كانت تبعد عن العاصمة، فالقانون بيدي للوزير مهلة 2 شهر عشان يقدر يبحث في أمرها، وبعد التأكد من صدقها بيقوم التصديق على مستندات الحدود بنفسه حتى يفصل بين المالك والأرض المجاورة. حوادث السرقة بتاخد منحنى تاني. القانون بيسمح للموظفين الإداريين يكونوا دائرة قضائية عشان يدرسوا النوع ده من القضايا، وممكن توصل إنهم ينتقلوا لمكان الحادث ويطلبوا من المتهم إعادة تمثيل جريمته. تم الكشف عن أحد المحاضر في أواخر عصر الرعامسة، كانت بتحقق في سرقات المقابر الملكية، ووصفوا لينا في المحضر إن أعضاء الدائرة القضائية راحوا لمنطقة المقابر في البر الغربي مع اللصوص، وكل لص أخد فرصته يشرح إزاي دخل المقبرة وإزاي كان لوحده أو معاه أعوانه. المحضر كان يتضمن أسئلة الموجهة للصوص وإجابتهم. طيب، وبكده فين دور الوزير؟ الوزير هو رئيس الدائرة القضائية، وأي حكم هيصدر هو هيكون على علم بيه. في جوانب أخرى لمهام الوزير زي الإشراف على أملاك بعض المعابد الكبرى ومخزني الغلال للوجه الإبلي والبحري، وعلى السجلات الملكية اللي بيتم فيها حفظ الأوراق الهامة كالمراسم الملكية والعقود والوصايا. ويشرف أيضا على قوات الشرطة والحرس وقوات الجيش والبحرية وحاميات القلاع والحصون. ومطلوب من رؤساء القلاع رفع تقارير للوزير عن تحركات العدوى وأي تسريب عبر الحدود. وطبعا الوزير يوصل المعلومات للملك اللي بيبلغ الوزير بقراره، والوزير بينقلها لرؤساء القلاع. وممكن سلطة الوزير توصل لدرجة ترقية بعض الموظفين. في العادة في عصر الدولة القديمة يباشر الوزير عمله من العاصمة عشان يكون قريب من الملك، ويحتفظ في مكتبته بسجلات الدولة الإدارية والملكية، وممكن أن يستقبل السفراء ويشرف على البعثات الخاصة بالتعدين وقطع الأشجار. في المتحف المصري توجد لوحة من عصر الأسرة 16 عثر عليها في أبيدوس، منقوش عليها نص لإحدى السيدات النبيلات وليها قرابة مع الملك بيبي الأول، وبمعنى أصح هي والدة زوجته. اللوحة دي تحمل ألقابها ومن ضمنهم القاضية والوزيرة. في البعض ذهب في تفكيره إن المنصب ده قاصر على السيدات الأسرة الملكية، والبعض قال إنه كان مجرد لقب شرفي. قد يكون الوزير ليس فقط ذو أهمية عند الملك، ولكن في موظفين تانيين ظهرت أهميتهم عبر العصور التاريخية، زي وظيفة مستشار ملك الوجه البحري. الوظيفة دي كانت مهمة جدا عند الملك، لأنه المتحكم في الجزء الشمالي الأكثر غنى في البلاد. وما فيش نقاشات وضحت لنا
إذا كان في نفس الوظيفة دي في الوجه القبلي. القصر الملكي لا يعتبر فقط البيت الملكي، ولكنه أيضا مركز الحكومة، والملك بيشرف عليه بنفسه. وفي بعض النقوشات من بداية عصر الأسرات وضحت لنا إن في القصر الملكي جزء خاص بالنساء ويشرف عليه بعض الموظفين، ده غير رئيس التشريفات اللي بيقدم الموظفين للملك. اسمح لي عزيزي المشاهد أحكي لك عن موظفو الإدارات الحكومية. من بداية تخرجهم من المدرسة بيلتحقوا بالوظيفة الإدارية فترة من الزمان، واللي يثبت موهبته وتفانيه يتم ترقيته. طيب هو أي طالب يتقدم يتقبل على طول كده؟ لا أبدا، لازم يكون ملم بقواعد اللغة ويجيد الكتابة ويعرف أشكالها، ده غير معرفة لفنون الأدب الديني والأدب التعليمي ومجموعة أخرى من العلوم زي الرياضة والهندسة والتاريخ والجغرافيا والرسم. مجموعة العلوم والآداب دي بيتم تحصيلها في المدارس الأولية، وبرضو ده مش كافي لتأهيله للوظيفة، لازم يلتحق بمدارس الدواوين الحكومية عشان يكتسب من خلالها الخبرة العملية اللي هتمتزج بدراسته الأولية وينشئ لينا موظف كبير أو مكتب قدير. الكتبة دول كانوا منتشرين في جميع المصالح الحكومية والإدارات، ويتم ترقيتهم حتى يصلوا للجهاز الحكومي اللي بيخضع لإشراف الوزير، ومهمتهم بتكون تصريف الأعمال ومراقبة أملاك الدولة وتقدير الضرائب وتسجيلها وتجميعها وتنظيمها وتحديد أوجه صرفها. نظرا لأهمية وظيفة الكاتب فكانت بتسجله مجموعة من الألقاب على جدران المقابر وعلى الآثار اللي بيتركوها. في عصر الدولة الوسطى لوحظ تزايد عدد الموظفين الصغار وتنوع أعمالهم وانتقالهم من وظيفة لأخرى، وأكبر مثال لينا ويني اللي كان في بداياته أحد رجال الشرطة وأصبح قاضي، ولما نشبت الحرب أصبح قائد عسكري. كان معروف في الوقت ده إن الابن بيرث وظيفة والده لو كان عنده المؤهلات اللازمة، وطبعا دي بتبقى أمنية للآباء أصلا. في صيغة بيسطرها المتوفي على مقبرته اسمها نداء إلى الحياة، ونصها كالآتي: إذا أردتم أن تقولوا وظائفكم لأولادكم فعليكم أن تقولوا صيغة القرابين لصالح فلان. طيب لو الابن ما التزمش بالصيغة يبقى بيعرض نفسه للخطر ولن يشغل أبنائه أي وظيفة، ويتعرض الموظف لعقوبة شديدة ويحرم من هبات الملك، سواء حتى زي الكساء والطعام والشراب والهدايا، وحتى لو هو ميت. كانت المكانة دي وما يقابلها من عطايا الملك يلتزم الكاتب يكون مثال السلوك. الوزير بتاع مصر قال: لقد عملت ما يستحق ثناء الناس ويستوجب رضا المعبودات، لقد أعطيت خبزا للجائع وأشبعت من لا يملك شيئا. أما الوزير رخمي رع قال: كان يحمي الضعيف ضد القوي ويدافع عن الأرملة التي لا أقارب لها، وعين الأولاد في مراكز أبائهم. التاريخ المصري مليان بالأمثلة المشرفة اللي لو اقتدنا بيها في وقتنا ده أكيد هنوصل للتقدم والازدهار المطلوب. عشان كده دايما بسألك عزيزي المشاهد، عرفت